مين اللي اقنعك ان في حد متحكم في رزقك؟ مين اللي اقنعك ان في حد ممكن يعمل لك حاجة يعني عكس ارادة ربنا؟ مين اللي اقنعك انك لازم يبقى عندك واسطة ونفوذ عشان تعيش كويس؟ لا، قسما بالله ما حد يقدر في الكوكب ده كله يجي عليك غير بإرادة ربنا. ربنا هو اللي يقدر يعمل لك كل حاجة. في لحظة إرادة ربنا تغلب كل حاجة. الكون ده كله ربنا بيتحكم فيه فيدبر لك الأمور، كل التدبيرات، كل المشاهد اللي في حياتك، كل اللي حصل واللي هيحصل واللي بيحصل ترتيبه عشان حاجة واحدة بس، عشان يكون الترتيب الأفضل ليك. ما تصدقهمش، محدش يقدر يتحكم فيه غير ربنا، محدش يقدر ليه إرادة إنه يعمل لك أي حاجة غير ربنا، محدش يقدر يعمل لك أي حاجة في الدنيا غير ربنا. فتبقى آمن، واسطتك ربنا وسندك ربنا ودعمك ربنا وقوتك ربنا ضد أنف العالم كله. فتبقى آمن عشان بس ربنا معاك. اوعى يا ابني، اوعى تصدق في يوم من الأيام إن في حد يقدر يتحكم في حياتك، يمنع عنك رزق او يديك رزق او يجي عليك عكس إرادة ربنا. والله العظيم تبقى عملت اكبر جرم في حياتك، وهتبقى تحولت لبني ادم ضعيف مش قادر يعمل اي حاجة. ربنا هو الوحيد اللي يقدر يعمل لك كل حاجة في حياتك، بإشارة يتبدل حالك في لحظة، بإشارة كل حاجة تتحل في لحظة، بإشارة يمنع ويعطي، يمنع ويعطي، كله بإشارة. والمنتج واحد، ربنا رحيم وكريم على كل عبد مستضعف فتح بابه.